هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم مش عادي. النهارده عيد ميلاد سفيان وجوزي الاتنين مع بعض. شفتوا بقى التوفير. النهارده ان شاء الله. انا الصراحه ما كنتش ناويه اعمل عيد ميلاد، لاني يعني الفتره دي احنا مرينا الدنيا باظت في المصروف، وبالنسبه للمدارس فالدنيا بقى ايه. انا اتفقت انا وجوزي ان احنا ما نعملش عيد ميلاد. بس انا طبعا شاطره وناصحه، كنت بحوش الفضه الصراحه يعني من وراه. فجيت فتحت العلبه النهارده الصبح، لقيت فيها كام 320 كده حاجات، يعني حاجه 300 وحاجه وكسور يعني. فرحت ايه يعني، قعدت افكر الصراحه، قلت اجيب تورته ولا اعمل ايه. مش عارفه اعمل ايه. المهم قعدت افكر ووصلت لحل حلو، واي ست شاطره يا ريت تفكر كده. قلت بقى انا هعمل النهارده ايه، بدل ما اجيب تورته ب 350 جنيه وهتتاكل كلها في ايه في مره واحده. رحت ايه، قلت انا مش هعمل التورته في البيت. تمام، عشان ما حدش يقول دي استنصحت وهتعمل تورته في البيت. لا، مش هعمل تورته في البيت. هعمل ايه انا بقى؟ جبت طلبات كده هوريها لكم كلها. هعمل في البيت، هعمل كيكه بس بصوص الشوكولاته، وهعمل بسبوسه، وهعمل جلاش. ده الحلو. وجبت بقى كرومبتين، وهعمل جبت وراك وكرومب. هعمل وراك وكرومب والحادق يعني، وسلطه. فكل ده عايزه اقول لك كل ده كلفني 350 جنيه. يعني انا هعمل النهارده اكل وحلو، وهنحتفل وهنفرح وكل حاجه، وكل ده بتمن تورتايه. تمام. فيعني انا مش معنى كده يعني بقول لك ما تجيبيش تورته، بس يعني إيه، لو في ان انت هتستبدلي حاجه بحاجه، فانت شغلي دماغك بحيث انك انت يعني تكفي البيت كله من مجاميعه بمبلغ قليل. لو انت هتحطيه في حاجه واحده بس، فانت وظفي الفلوس. فانا يعني انا هبقى اوريكم العلبه اللي بحوش فيها، وهوريكم دلوقتي الطلبات اللي انا جبتها، ويا ريت تقولي لي اذا كنت ناصحه ولا اتضحك عليا ولا ايه. وهقول لكم اسعار النهارده في السوق. بس ثواني، انا بقى هقلب الكاميرا وهكمل لكم تصوير. طيب انا كده بقى جبت من السوق. جبت ده طماطم للمحشي. جبت الكيلو ب 12 جنيه تقريبا، دول ب 20 جنيه كيلو ونص وشويه. تمام اهم. حبه حلوين يعني، يكفوا المحشي ويكفوا سلطه. طيب والخيار ده جبت نص كيلو خيار ب 8 جنيه الكيلو. وده جبت سمنه سايبه. انا بجيب على فكره السمنه والزيت سايبين، يعني بمشي اموري يا جماعه، كل الناس يعني بتمشي امورها. فانا بقول لكم الطريقه اللي انا بوفر بيها. جبت ب 10 جنيه الحبه دول، عشان ال الجلاش عايز سمنه وانا ما عنديش سمنه، فجبت دول سايبين ب 10 جنيه. تمام. وده جبت نص كيلو دقيق. الصراحه مش فاكره اسعاره عشان كان كله مع بعض بحاجه و30 جنيه. وجبت كاكاو. دول لل اسمها ايه دي، للصوص بتاع الشوكولاته. وده بيكنج باودر، هعمل برضو خلطه للفراخ عشان اعملها فيها واحمرها بعد ما اسلقها. وجبت فارماسي ده. تمام. ده كل ده للكيكه. كل ده للكيكه. وده برضو فانيليا وكيس كيك شيف. بس وجبت بقى دول توابل ومرقه وكده. ماشي. دول الحاجات دول عاملين تقريبا حاجه و30 جنيه من عند العطار. طيب ودول بقى الخضره دول، الشويه دول كده ب10 جنيه. دول 6. الشويه دول كده ب10 جنيه، 6 من الخضره مشكله. وربطتين الجرجير دي الربطه بجنيه، بس في ناس بتبيعها بجنيه ونص. انا جايبه دول بجنيه، الواحده بجنيه. جايبه 2 ب2 جنيه. محدش يقول الاسعار دي فين، عشان مش هقول لكم انا ساكنه فين. المهم دي بقى لفه الجلاش جايبه الواحده ب10 جنيه. هي بتتباع ب15، بس انا جبتها ب10 بقى من ايه، من حتت كده معينه انا اعرفها. تمام كده. ومحدش يقول ان انا كدابه على فكره، لان انا فعلا جايبه الاسعار دي. يعني انا ست ناصحه، فهي الست الناصحه هي اللي بتعرف تجيب حاجات رخيصه. ماشي. والكرومبه دي بكام بقى؟ بصوا قد ايه حجمها. جبت دي وجبت دي. المفروض الواحده تبقى ب25، بس هو حسبها لي الاتنين ب40، علشان دي اصغر من دي، يعني دي صغيره ودي كبيره، فحسب لي الاتنين ب40 جنيه. تمام كده. طيب وجبت برضو هنا برضو للكيكه. جبت بيض اهي.
جبت البيض ده، البيضه ب5 جنيه طبعا، ما فيهاش فصال ولا فيها اي كلام، ما فيهاش كلام. وده هنا جبت علبه زبادي للبسبوسه، انا عندي كيس البسبوسه جوه يعني مش هشتري. دي للبسبوسه علبه زبادي بلدي، وده اللبن ده للكيكه. تمام كده. طيب جبت ايه بقى؟ الباقي جبت وراك. الصراحه كنت عايزه اجيب فرخه بس لقيتها يعني مش هتعمل معايا، مش هتكفي. جبت بقى وراك، جبت كيلو ونص. كيلو الوراك النهارده ب83 جنيه. تمام كده. فانا جبت كيلو ونص. انا طبعا مش هنا عشان قاعده في الصاله والفراخ جوه بتتنقع، فانا حطاها جوه. هعملها لكم بقى في التصوير بتاع اللي هو الايه الطبيخ بتاع عيد الميلاد. تمام كده. دي مشتريات عيد الميلاد، والحاجات دي يا جماعه ما كلفتنيش 300 وحاجات بسيطه. يعني انا حبيت اوفر والله، وفي نفس الوقت برضو نفرح ونعمل عيد ميلاد ونتبسط وكل حاجه عشان برضو افرح ابني. دي بقى العلبه اللي انا بحوش فيها. شايفين؟ علبه شوفان. يعني مش لازم اجيب حصاله او كده، يعني موجود تحوشي فيه. انا بحوش بقى في ال 300 ودول بقالي شهر ونص او شهرين. يعني اي فضه، بصوا ده اللي باقي ده اللي باقي من ال 300 جنيه، 350. ده اللي اتبقى معايا. العلبه دي بقى كانت مليانه على اساس. بصوا الباقي عشان تصدقوني، بس علبه شوفان ولا حصاله ولا بتاع. رحت انا قطعاها كده وحوشت فيها. انا عايزاكم بقى تكتبوا لي تعليق حلو وتهنوا ابني وجوزي بعيد ميلادهم. وعايزاكم تقولوا لي استفدتوا ما استفدتوش. عايزاكم يعني اكتبوا لي في التعليقات، انا بقرا كل التعليقات بتاعتكم. وما تنسوش تحطوا لايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم لو استفدتوا من الفيديو. وباي.